حلو، يلا بينا. برفان دوت محمد اشرف صاحب اداله هديه، فانا وعدته وقلت له هحطه قبل الحلقه. تحيات ابو اشرف. خش في الحلقه. فاكر محمد صلاح لما خرج علينا بتصريح المنتاليتي او العقليه، وقال في المجمل يعني ان الفرق بيننا وبين الدول الاوروبيه هي العقليه، المنتاليتي، واننا ما بنحبش نتعلم ودايما عايزين ننجح بكل سهوله من غير اي تعب. وقال كمان ان المنتاليتي دي احنا ما تربناش عليها في السكول. هو قال السكول من هنا يا معلم وعينك ما تشوف الا النور. صلاح اتهاجم هجوم غير طبيعي. اللي يقول له الله يرحم جدك كان بيشرب البيست في قله، واللي يقول له انت نسيت نفسك يالا فوق انت فلاح من نجريج. طبعا كل اهل نجريج على دماغنا والله، انا بقول لكم اللي بيتقال بقى. المهم ان صلاح طلع مسرح وحصل اللي حصل. بس اللي هاجم صلاح ده لو كان فكر لحظه في كلام صلاح كان هيكتشف ان صلاح عنده حق في كل كلمه قالها. صلاح قال اننا ما عندناش عقليه ولا نظام، وده صح، لدرجه ان في ناس انت ممكن تشوفها يكون صندوق الزباله قدامها وبترمي الزباله جنبه. طب امال احنا عاملين الصندوق ليه يا معلم؟ قال لك كمان ان احنا بنحب ننجح بسرعه ونكسب بسرعه من غير تعب، والكلام ده صح. وانت فعلا ممكن تقابل واحد يقول لك تعالى وهنجيبه تحتنا 2 ونجيبه تحتنا 3 ونعمله شجره، والتاني تلاقيه طالع على ابلكيشن ما وبيحط بودره على نفسه ويقول لك ابعتوا لي اسد وكبسوا كبسوا وحاجات من دي كتير بقى. لو جيت تقيس حوار المنتاليتي ده على اللعيبه المصريه هتكتشف ان معظم اللعيبه المصريه اللي رجعت من الاحتراف كانت راجعه بسبب نقص المنتاليتي او العقليه، وان الجو هناك برد وانا عايز ارجع مصر في حضن امي واكل محشي واضرب فته، بلا غربه بلا بتنجان، والامثله كتير قوي. فايه الحكايه يا جماعه؟ اسحب كوبايه اليانسون عشان يسلك، وشير ولايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ولازم تفهم ان انا احمد حموده هو ده المهم. يلا بينا. من فترة كده ظهر فيديو لابننا الجميل المحترف في انتراخت فرانكفورت عمر مرموش، وهو بيقول ان سر نجاح صلاح وانه مكمل لحد الان هي عقليته، والراجل مش بيكذب بصراحة. تابع معايا كده من بداية محمد صلاح عقليته كانت عاملة ازاي وبيتعامل ازاي. هاتها من تحت كده هتلاقي ان صلاح بدأ حياته في اتحاد بسيون، يقعد في اتحاد بسيون فترة صغيرة وبعد كده يطلع سلمة اعلى مع مقاولين طنطا، بعد كده بتشوفه في المقاولين العرب. نقله جديده في حياه محمد صلاح. وعشان ما كانش ليه سكن هناك كان على الاقل بيسافر 5 ايام من نجريج للقاهره، وده مشوار حوالي 5 ساعات رايح و5 ساعات جاي. ده غير انه ساعات وعلى حد كلامه يعني كان بيبات ورا بوابه المقاولين، وساعات كان بيبات في الملاعب الخماسي او الاستراحه، سرقه كده. المهم صلاح في المقاولين بيظهر نفسه سرعه وترقيص ومهاره، وما بيخافش لا من اهلي ولا من زمالك، والكلام يكتر عليه ويقول عليه حسن شحاته انه ده موهبه مصر القادمه. في 2011 يتعرض محمد صلاح على الزمالك، ولكن رئيس النادي وقتها ممدوح عباس قال حاجه غريبه قوي. قال ان صلاح اناني ومحتاج شغل كتير وهياخد وقت كبير على ما ينصهر في بوتقه الزمالك. ده الف بركه انه ما انصهرش في البوتقه يا استاذ ممدوح والله. المهم فكس حوار الزمالك. هل صلاح اتضايق اتعصب ولا اي حاجه؟ هل ثقته في نفسه اتهدت؟ لا برضه. هل مثلا طلع هاجم رئيس الزمالك شتمه ضايقه؟ ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. صلاح رمى كل ده ورا ظهره وفضل مكمل في طريقه. كل الحاجات اللي فاتت دي من تحمل وصبر للظروف الصعبه توضح قد ايه الشخص ده عارف هو عايز ايه ومحدد هدفه، وعقليته وعقليه فعلا واحد عايز ينجح. صلاح بيطلع سلمه اعلى وبيتدرج في المراحل السنيه لمنتخبات مصر، وبيحجز مكانه في قائمه منتخب مصر للشباب في افريقيا 2011 وفي كاس العالم في كولومبيا في نفس السنه. صلاح كان ظاهر وسط جيل جميل ومبشر، لكن ما كانش هو اشهر واحد فيهم ولا امهر واحد فيهم. جيل كان بيضم لعيبه احرف منه بكتير زي صالح جمعه ومحمد ابراهيم مثلا، كان في لعيبه اشهر منه زي ايمن اشرف، حسين السيد، وعمر جابر، واحمد نبيل مانجا، ودولت كانوا مشهورين لانهم كانوا بيلعبوا في الاهلي وفي الزمالك. بس مش مهم تكون مشهور، المهم انك لما تجيلك الفرصه تمسك فيها بايدك واسنانك، وهو ده اللي حصل مع صلاح. في 2012 صلاح كان عنده 20 سنه، وزي ما قلنا ان العين كانت عليه، وكان في اكتر من نادي بيراقبه زي بازل السويسري والاهلي المصري، لكن صلاح كان واضح وقتها انا عايز اسافر. المهم بازل بيقدم العرض الاول للمقاولين العرب بقيمه 1.5 مليون يورو، لكن العرض بيترفض وبيتقال بالنص كده ان محمد صلاح مش للبيع، وده سبب الرفض الظاهري يعني. لكن هم كانوا بيشغلوا دماغهم طبعا وبيقولوا ان محمد صلاح داخل على اولمبيات، ولما يلعب في الاولمبيات سعره هيزيد وهنبيعه بفلوس اكتر وهنستفاد اكتر. لكن صلاح ما سكتش وعمل لهم قلق وطلب ان هو يقابل رئيس النادي ويقابل رئيس شركه المقاولين العرب شخصيا. طلع كمان في برنامج مع كريم حسن شحاته وقال بكل شياكه وهدوء وافقوا على عرض بازل. انا عايز احترف، انا عايز امشي واشوف الدنيا بتقول ايه بره،
مش يمكن انجح؟ صلاح كان بيعمل كل حاجه لانه عارف ان الفرصه دي ممكن ما تجيش تاني. وبعد ما صلاح خد العهد ده على الهوا، انا هقول له حاجه، هقول لمحمد صلاح خليه يكلمني في التليفون في اي وقت، وانا اصلا مفيش مشكله خالص. خلاص لو يلا الموضوع عايز يعني نوفق وجهات النظر، انا ممكن اعمل معاه النيجوشيشن دي كلها بالتليفون لو هو شخصيا، وبعدين اوصل الموضوع وادعيه لهنا، مفيش مشكله خالص ان شاء الله. عايز تقول حاجه؟ يعني هو لو محمد صلاح عنده نمرتي خليه يكلمني، عايز يبعت لي ايميل، عايز يبعت لي نمرته وانا اكلمه، انا ما عنديش مانع خالص. صلاح كان واخد القرار وما تنزلش عنده، لدرجه ان الاهلي كان مقدم عرض وقتها للمقاولين العرب، لكن لما صلاح قعد مع رئيس المقاولين العرب ما سالش اصلا عن عرض الاهلي، ولا الاهلي هيدفع كام، ولا هو هياخد كام، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. هو كان هدفه انه يسافر وخلاص، وفعلا نجح في ده. ويوم 10 ابريل بيعلن نادي بازل السويسري تعاقده مع المصري محمد صلاح بصفقه بتقدر ب 2.5 مليون يورو. في الوقت اللي صلاح راح فيه بازل ما كانش هو احرف لعيب في مصر، بلاش مصر يا عم، ما كانش هو احرف لعيب في المقاولين، كان في لعيب اسمه محمد زيكا كان احرف منه بكتير قوي، لكن فرق العقليات كان واضح جدا. وعلى لسان رئيس النادي قال ان محمد زيكا كان رافض فكره الاحتراف اصلا، وقال له كده بالنص: انا مش بتاع غربه ولا نظام غذائي ولا تعلم لغه ولا الحاجات دي خالص. ومش زيكا بس، ده معظم جيل محمد صلاح فيما عدا النني وحجازي وكوكا، وبيخش معاهم تريزيجيه كمان. عندك مثلا صالح جمعه راح معايشه في دورتموند ما كملش، وبعد كده راح فتره البرتغال ما كملش برضه، والاسباب كانت واضحه: السهر، الحريم، الشرب، وانه كمان ما بيحبش الغربه. والكلام ده هو اللي قاله بلسانه، ونفس الكلام بينطبق على محمد ابراهيم، اكبر موهبه في جيل محمد صلاح، ما كملش في البرتغال بسبب عدم التأقلم وانه ما اتعلمش لغة كويس، وده سبب له مشاكل في العقد بتاعه فرجع مصر تاني. على الناحية التانية انت شفت منتاليتي وعقلية صلاح في التعامل مع الفرصة كان عامل ازاي؟ ضحى بكل حاجة، لدرجة ان هو ضحى بعرض النادي الاهلي اكبر نادي في مصر وافريقيا لاجل انه يحترف. فديك شايف اللي اجتهد واخد الريسك بقى فين، ومحمد زيكا وصالح جمعة ومحمد ابراهيم وغيرهم بقوا فين. هو نصيب وكل حاجة، بس ربنا بيقول لك دايما خد بالاسباب، والاسباب بتقول ان صلاح اجتهد ويستاهل اللي هو فيه. ويروح صلاح بازل ويبدأ فصل جديد في القصة اسمه فصل الحلم. صلاح في سويسرا بيعاني من الجو البرد، بيعاني من قلة الأكل الحلال، بيعاني من الغربة، ولكن هو كان واضح: أنا مش هرجع، يعني مش هرجع. واحدة واحدة اتأقلم على الوضع هناك. على التاني اداله الثقة مع اهتمامه بإنه يتعلم لغة جديدة عشان يسهل التواصل بينه وبين زمايله. وبعد أول سنة لصلاح في سويسرا اشتاق لمصر، ولا اشتاق للمحشي ولا للكشري، وحقق الدوري في السنتين اللي لعبهم مع بازل، وكمان كان افضل لاعب في الدوري السويسري في 2013 2014. صلاح سجل مع بازل 20 هدف في 79 ماتش، وده رقم كويس جدا للاعب بيلعب جناح مش مهاجم، ودي اول محطه في محطاته الاحترافيه. وابرز اللقطات بقى اللي ما تتنساش مع بازل: هدف الاوروبي الاول في التشامبيونز ليج في مرمى توتنهام، ولقطه الجزمه الشهيره اللي عملها عشان ما يسلمش على اللي ما يتسموش بتوع مكابي خرا دول، وحتى لما سلم عليهم سلم بكلوه ايده. ما هو الصراحه السلام فيكم خساره. واللقطه الاشهر بقى والحراقه المشطشطه لما سجل جول وطلع لهم لسانه. واللقطه الاهم بقى في مسيره صلاح مع بازل هو ال3 اهداف اللي سجلهم في تشيلسي، ودي كانت بوابه صلاح للذهاب للخطوه الجديده لتشيلسي مع جوزيه مورينيو. صلاح مع تشيلسي فرقه من التوب ليفل في انجلترا وفي العالم، ومع مدرب اسطوري زي جوزيه مورينيو اللي كلمه واقنعه بنفسه انه يجي تشيلسي ويرفض عرض ليفربول اللي كان متقدم وقتها. وان مورينيو يكلمك شخصيا ويقنعك بحاجه، فدي حاجه كبيره قوي قوي قوي. صلاح عدى كده. صلاح كان رايح تشيلسي ب 11 مليون يورو كأغلى لاعب عربي في التاريخ وقتها. الكل قال خلاص صفقة واعدة وهيكسر الدنيا مع تشيلسي، ومورينيو هو اللي جايبه بالتليفون. لكن الحلو ما بيكملش. صلاح بيروح تشيلسي وبيكون حبيس الدكة في موسمين، بيلعب 19 ماتش وبيسجل هدفين. ويمكن اللقطة المضيئة لصلاح مع تشيلسي هو هدفه في أرسنال، غير كده انت كنت بتشوفه بالصدفه اصلا. اثبات تاني ان المينتاليتي هي اللي بتكسب وهي اللي معيشه صلاح لحد الان. ان صلاح رغم اللي حصل له ده كله ما عملش ولا مشكله واحده مع مورينيو، ولا حتى كان بيعامل صحابه وحش او حتى بيظهر انه متضايق، مع انه من جواه كان بيموت انا ما بلعبش ليه، وكان عنده استعداد انه يعمل اي حاجه عشان ينجح، حتى لو هيروح فريق اقل من تشيلسي في دوري اقل من الدوري الانجليزي. وفعلا صلاح بيروح فيورنتينا اعاره 6 شهور كجزء من صفقه انتقال خوان كوادرادو لتشيلسي. محمد جيلاني احد المقربين لمحمد صلاح بيقول انه وقتها كلم محمد صلاح وقال له: ليه خطوه فيولا دي
ما كنت تروح نادي اقل في الدوري الانجليزي. وكلام صلاح كان واضح، قال له الخطوه دي هي اللي هترجعني انجلترا من اوسع ابوابها. صلاح بيروح ايطاليا وبيعمل تاريخ محترم هناك وبيتالق مع فيورنتينا، ويمكن ابرز اللقطات المضيئه في مسيره صلاح مع الفيولا هو هدفه لما نزل بديل في ماتش الانتر ومنح فريقه ال3 نقط، وفي الدوري الاوروبي بيسجل هدف في مرمى توتنهام وبيأمن صعود فريقه لدور الثمانيه. في اول ماتشاته اللي بيلعبها في كاس ايطاليا بيكسب يوفنتوس 2-1 وهو اللي بيسجل الهدفين، ويكون هو سبب خسارتهم بعد 47 ماتش على التوالي بدون هزيمه على ارضهم، وكان هو اول لاعب يجيب جولين في اليوفي من موسم 2014-2015. الحكايه بتستمر في ايطاليا والاعاره بتتجدد لروما. صلاح في اول موسم ليه مع روما كان مقدم اداء مذهل توجه في النهايه بانه يفوز بافضل لاعب في الموسم ويكون هداف الفريق كمان ب15 هدف، وخلاص تمام الاحلام بتتحقق، وبيلعب مع توتي نجم من نجوم طفولته وقدوته ومثله الاعلى في ملعب واحد. خطوه صلاح لروما والتدريب تحت ايد سباليتي طوروا في حاجات كتير قوي زي التخليص على المرمى وضربات الراس والتسديد والمراوغات كمان. كل الحاجات دي اتطور فيها بشكل كبير، وصلاح عشان شخص مؤمن ان مفيش حاجه بتيجي بسهوله كان بالاضافه للتدريبات دي تعاقدوا مع مدرب خاص عشان يطوروا اكتر واكتر. المدرب ده كان اسمه خايمي بابون بيقول ان سرعه صلاح سهلت عليه حاجات كتير قوي، لكن كان عنده شويه مشاكل في منطقه الجزاء. بوبهام بيقول عشان نقوي دقه التسديد عند محمد صلاح كنا بنحط شريط على الحته اللي بيشوط بيها عند مشط الرجل، وده كان بيخلي التسديد اسهل وادق كمان، وكان بيعمل التمرين ده اكتر من 100 مره في جلسه التدريب الواحده. المدرب ده كمان دربه على موضوع تقسيم النفس، وقال له ان ما ينفعش ان احنا نتصرف بنفس الريتم في الثلث الاخير قدام حارس المرمى، لازم تهدى وتاخد نفسك وتاخد افضل قرار ممكن وتستغل كل مميزاتك في انك تسجل هدف. وده كان واضح على صلاح بشكل كبير في الفتره دي وفيما بعد. كمان كان بيطلب منه انه يختار افضل زاويه للتسديد ويتخيل نفسه كمان في موقف التهديف ده. كان بيخليه يعمل محاكاه لضربات الجزاء في اللحظات الاخيره وفي مواقف في الماتش في اللحظات الحرجه كمان، وكان بينجح وبيسجل. وخير دليل على ده ركلة الجزاء المصرية في ماتش الكونغو اللي صعدتنا كاس العالم. كل التطوير ده والشغل ده ما يجيش غير من دماغ واحد وعقليته ومنتاليتي بتاعه. طب عشان كده فضلت الرحلة مستمرة، فضل تألقه مستمر، وبسبب تعبه وحبه لشغله حصلت له الخطوة الأهم في تاريخه وفي تاريخنا كمصريين كمان. في يوليو 2017 بينتقل محمد صلاح في صفقة قياسية لليفربول ب50 مليون يورو. في اللحظة دي أنا وغيري شفنا نفسنا في محمد صلاح وبدأنا نآمن فعلا إيه ده؟ ما الأحلام بتتحقق أهي. صلاح أصبح رمز ووصل خلاص لأعلى ليفل أنت ممكن تشوفه في الكورة، وبقى خلاص تحت إيده فلوس كتير وعربيات اكتر واعلانات ودعايه. بس كل ده تاثيره ايه على صلاح؟ ولا اي حاجه خالص، ولا تسمع عنه مشكله، ولا تمسك عليه صوره سهران، ولا حد يقول لك عليه مغرور. مش منه يا باشا الكلام ده. هو من التمرين للبيت ويجي يقعد مع مكه ويلعب شويه مع كيان، وهي دي الحياه الجميله الهاديه اللي هو بيعيشها صلاح. عشان كده صلاح مع ليفربول نجح وحقق ارقام قياسيه، ولو كنا بنكتب فيلم عنه مش هنكتبه بالجمال ده. فاز بكل حاجه ممكنه مع ليفربول، رجع لهم الدوري بعد 30 سنه، رجع لهم التشامبيونز ليج بعد 14 سنه، هداف اكبر دوري في العالم في 3 مواسم، حطم ارقام قياسيه لكريستيانو وميسي، وبقينا عادي كده كل سنه بنحطه ان هو من احسن اللعيبه في العالم. مين كان يصدق ده يعني؟ ولا واحد الا محمد صلاح اللي صدق نفسه واشتغل واجتهد. عشان كده قدر يستمر ويعمل ارقام لحد الان ويبقى واحد من اهم اللعيبه مش في تاريخ مصر بس، لا ده في تاريخ الكوره كله، ومش بيلتفت بقى لاي حد بينتقده او بيتكلم عليه. وهو ده الشخص الناجح والعقليه والمنتاليتي اللي صلاح اتكلم عليها، عقليه النجاح. لو جيت تلقي نظره كده على تاريخ المحترفين المصريين مثلا هتلاقي ان الكابتن هاني رمزي بعد مونديال 90 كان عنده 21 سنه وبدأ مسيرته الاحترافية اللي استمرت لأكتر من 15 سنة وحقق فيها نجاحات كتيرة جدا. في نفس الجيل هتلاقي حسام حسن وإبراهيم حسن كانوا عاملين أداء مميز جدا في باوك ونيو شاتل السويسري، لكنهم ما كملوش ورجعوا مصر. وايا كانت الاسباب اللي رجعوا بيها مصر، سواء بقى الاهلي احتاجهم او اي حاجه تانية، فالفرق بينهم وبين هاني رمزي هي الاستمراريه والعقليه. يا عم حسام، يا عم ابراهيم، كنت اعتذروا للاهلي وكملوا مسيرتكم يا معلم وحققوا نجاحات اكتر، لكن ده ما حصلش. خش في الجيل اللي بعده هتلاقي ان الصقر احمد حسن قعد مسيره احترافيه اكتر من 11 سنه ما بين بلجيكا وتركيا. تلاقي ان عبد الستار صبري استمر في الاحتراف فيما يقرب ال 17 سنه، وعبد الستار صبري ده بقى
كان حكايه، كان بيكلم الكوره لدرجه ان هم في البرتغال كانوا مسمينه ايزيبيو افريقيا. عبد الظاهر السقا برضو قعد محترف 13 سنه في تركيا وحقق جايزه افضل مدافع في تركيا 3 مرات. المشترك بين الثلاثه اللي كملوا في الاحتراف لفتره طويله انهم كانوا ملتزمين واحترفوا وهو سنهم صغير وتكيفوا على الجو، بالاضافه لحياتهم الهاديه وان ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا كان في فلوس كتير بتبوظ. كله كان من التمرين للبيت ومن البيت للتمرين. هي دي العقليه الصح اللي بتستمر. خش على الجيل اللي بعده هتلاقي ان احمد حسام ميدو قعد 13 سنه في اوروبا وزامل نجوم كتير زي دروجبا وابراهيموفيتش وجيرمان ديفو، لكنه مفيش نادي قعد فيه فتره طويله قوي يعني. والسبب في ده عقليته، وان هو كان بيحب السهر والخروج وكان ممكن يشرب كمان احيانا، ما كانش عنده قواعد. وهو اللي قال كده بنفسه وقال بلسانه ان انا لو كان عندي عقليه محمد صلاح كنت حققت نجاحات اكبر من كده بكتير. محمد زيدان قعد محترف 14 سنه ما بين المانيا والدنمارك. وزيدان بقى كان شخص هادي ومحترم وتعلم لغه وعقليته كانت جميله في التعامل مع الظروف اللي حواليه. لكن سبب تراجع مسيره زيدان هي اصابته، اللي لو ما كانتش جات له كان ممكن نشوفه في ارسنال عادي، لان هو كان مطلوب قبل ما يجيبوا مروان الشماخ. احمد المحمدي برضو مهما كانت تحفظاتك عليه فمسيرته امتدت لاكتر من 11 سنه محترف بره مصر وفي فرق مختلفه في انجلترا، وده حصل بسبب عقليته وحبه للاستقرار وجوازه من واحده انجليزيه كمان. كل دي عوامل خلته ما يفكرش انه يرجع مصر تاني. النقيض تماما بقى عمرو زكي، في بدايته كان هيحترف في لوموكوتيف موسكو، لكن التجربه ما نجحتش والاسباب قال عليها عمرو زكي ان الجو كان برد هناك وما عرفش يتاقلم فرجع تاني. بعديها الفرصه جات له تاني، راح انجلترا كسر الدنيا وجاب 9 تجوان مع ويجن وهدف باكورد في ليفربول، والدنيا كلها كانت بتتكلم عليه لدرجه ان ريال مدريد كانت هتجيبه مكان ايدي بايور اللي كان جاي اعاره وقتها. فجاه وبدون سبب رجع مصر. طب ورجعت ليه يا عم عمرو؟ قال لك والله اصل انا كان عندي اصابه وكلمت الناس في ويجن والناس ما صدقونيش فاتاخرت في الاجازه في مصر شويه، فلما رجعت لهم الموضوع ما كملش وكملت الدور الثاني ورجعت مصر. وبعديها بقى لما كبر وخلص كوره واعتزل قال لك ان عقليتي الاحترافيه ما كانتش كويسه وما كنتش عارف ايه اللي بيحصل حواليا وما كنتش مصدق ان انا بنافس رونالدو على هداف الدوري الانجليزي. كمان ان سبب رجوعه لمصر شويه كلام كده يعني ان ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق كان رفض عرض من ويجا وقال له ان انا مش هبيعك عشان انت احسن من ميسي، وانتهت الحكايه. والصراحه هي كانت لازم تنتهي يعني، انا احسن من ميسي قال. ماذا يدخنونا في 100 عقبه يا عم الناس؟ بعد كده بقى شفنا نموذج زي صالح جمعه وعمرو ورده ومحمد ابراهيم، مواهب ما تختلفش عليها، لكن حب الملذات والسهر والشرب وعدم الحفاظ على النعمه اللي ممكن تبوظ اي حاجه، الكلام ده بره عن محمد ابراهيم. محمد ابراهيم كانت مشاكله وقتها ان هو كان دايما داخل في نوش ومشاكل سواء في الزمالك او مع جماهير الفرق المنافسه. مثلا عمرو ورده لحد الان في الميركاتو مضى ل3 فرق، رقم قياسي يعني، وانتهى بيه المطاف في الاخر ان هو راح فاركو، ربنا يستر على اسكندريه كلها. في جيل صلاح كمان هتلاقي نماذج مختلفه تماما، هتلاقي النني وكوكا وحجازي وتريزيجيه مكملين لحد دلوقتي، والمشترك بينهم دلوقتي انهم متجوزين وعايشين حياه هاديه وعارفين نفسهم يعني. هتلاقي واحد زي النني مع ربنا دايما فسالكه معاه، تلاقي حجازي جرينتا ورغم الاصابات الكتيره الا انه مكمل، تلاقي تريزيجيه اللي هو من وهو صغير شقيان يا عيني حاسس بالقرش ومر بمواقف صعبه كتير جدا مش عايزها تتكرر تاني، عشان كده هو حاسس بالنعمه ومكمل. خش على كوكا، لو انت حتى عندك تحفظات على مستواه فانا كلامي مش على الموضوع ده خالص. كوكا لحد دلوقتي مكمل في اوروبا وده بسبب عقليته واتقانه للغه وتاقلمه واستقراره. الجيل بتاع دلوقتي المحترف ماشي كويس وده يمكن عشان شافوا صلاح وشافوا نفسهم فيه. واديك شايف واحد زي مصطفى محمد مكمل رغم كل الظروف اللي حصلت له والاضطهاد اللي كان بيحصل له لما كان صايم، الا انه مكمل وناوي يكمل ويا رب يكمل. وشايف برضو مرموش واخد ستيب اعلى دلوقتي مع انتراخت فرانكفورت، ومرموش بقاله حبه حلوين برضو في المانيا كمل، وده لانه واخد صلاح قدوه. مرموش برضو عيل ابن ناس وبيتكلم الماني كويس وده شيء مهم في الاحتراف والله. وشفنا خطوه عمر فايد، اي نعم هو خرج معار من فنربخشة بس هو في حركه، ويمكن الجيل ده نجح وهينجح عشان شافوا صلاح حضروا المسيره الذهبيه دي عن قرب وفي اللي لعب معاه كمان، وده ممكن يكون اكبر دافع ليهم عشان يكملوا. الخلاصه ان الانديه لازم تتساهل في اسعار اللعيبه الصغيره اللي بيجي لها عروض اوروبيه، ولازم اللعيبه تفهم ان الموضوع مش كوره بس، حاجه اسمها دماغ ومنتاليتي عقليه لازم تعدلها وتشتغل عليها وما تبطلش تتعلم عشان توصل وتبقى محمد صلاح جديد. اعمل حسابك ان النجاح مش سهل وعايز رجاله وانت قدها. سؤالي ليك انت بقى، هل ممكن نشوف محمد صلاح تاني جديد؟ وطالما وصلت في الحلقه لحد دلوقتي فانت حبيبي، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد،
اشوفكم في حلقه جديده. سلام.